انا كنت في لاسينيسيس ودابا دخلت خدمت في القطاع العام. هذوك النقاط اللي كانوا عندي في لاسينيسيس واش نقدر نهزهم وندوزهم الكنوبس، واش نقدر ندوزهم في كتقاعد الاركار او شي تقاعد اللي عندي في الوظيفه العموميه؟ هذا سؤال كيطرح من طرف العديد من الناس اللي كانت عندهم هذه الوضعيه، وزاد بان بحده اكثر مني جا المشروع ديال الادماج ديال الكنوبس في لاسينيسيس، واللي ما بقاش مشروع اليوم، هو ولا قانون وغيبدا التفعيل ديالو في يناير ولا في فبراير 2027 كيف شرحت لكم في هذا الفيديو هذا. دونك اليوم غنجاوبوا هاد الناس هادو على هذا السؤال عندهم ونوضح لهم المعطيات اكثر. السلام عليكم، تحيه طيبه من جديد. معكم العروسي عبد الرحيم، مندوب بالجمع العام التعاضديه الاحتياط الاجتماعي للسكاكين. الموضوع ديال الحلقه كيف شرط واللي غادي تكون قصيره ان شاء الله هو القضيه ديال الناس اللي كانت عندهم لاسينيسيس قبل ومن بعد كانوا زادوا للقطاع العام وخدموا فيه ولات عندهم كنوبس. كاين بعض الحالات كيكون مثلا خدام في البريفي، واحد الوقيته كيدخل يخدم في الجماعه الترابيه او يخدم في التعليم ولا يخدم مثلا في شي مؤسسه عموميه معينه، فما كتبقاش عنده لاسينيسيس وكتولي عنده كنوبس. كيقول لك اودي دوك النقاط اللي كانوا عندي تما واش نقدر نهزهم وندخلهم في كنوبس؟ لانه اغلبيه فاش كتكون عندنا لاسينيسيس اش كنفهموا ان لاسينيسيس كتعطي التغطيه الصحيه، يعني التعويض على الملفات الطبيه. دونك ملي دزنا القطاع العام ولات عندنا كنوبس كتغطيه صحيه، واش نقدر هذوك النقاط ديالي نهزهم ونديرهم تما؟ كيف كنقول دائما للاخوان، وراه سبق هضرت على هذه المساله ديال لاسينيسيس في واحد الحلقه، خاصنا نفهموا شنو هي لاسينيسيس بعدا. لاسينيسيس راه هي الضمان الاجتماعي، راه ما كتعطيش غير التغطيه الصحيه بحدها، لا، راه فيها العديد من الخدمات كتعطيهم. راه كتعطي التقاعد، كتعطي التغطيه الصحيه، كتعطي التعويضات عن الامومه في حاله الولاده، كتعطي التعويضات على ايام المرض، على الراحه، فيها بزاف الحويجات كتعطيهم. هذوك الحويجات اللي كتعطيهم عندهم علاقه بالكيميل ديالك ولا داك التجميع ديال النقاط اللي عندك. دونك فاش كتكون انت جامع واحد النقاط معينه في لاسينيسيس، راه كي قلنا كتعطيك التغطيه الصحيه وكتعطيك معاهم عديد الخدمات. اهمها هذيك الخدمات اللي كتعطيك هو التقاعد. حيت ملي كتوصل واحد كنقولوا واحد السوي او واحد الرقم معين كيولي عندك الحق في التقاعد في لاسينيسيس. دونك النقاط ديالك اللي كيتجمعوا في لاسينيسيس راه كيبقاو ديالك، غير احقيه الاستعمال ديالهم تختلف على حساب. ملي كتكون مازال خدام، هذوك النقاط فين كتستعملهم كيخولوا لك انك تستافد من التغطيه الصحيه الا كان المشغل ديالك كيخلص عليك، لانه كاين واحد الاستثناء، بعض المشغلين عندهم تامينات خاصه. مي اون غروسو مودو ولا اون برانسيب هو انه عندك واحد المجموعه ديال النقاط تخول لك الاستفاده من التغطيه الصحيه، ها وحده، وتخول لك ايضا التقاعد ملي كتوصل واحد العدد معين. نفترض انت كنتي خدام في البريفي، جمعتي واحد العدد ديال النقاط، من بعد دزتي للقطاع العمومي. فاش كتمشي للقطاع العمومي كيولي عندك تقاعد اخر تابع للقطاع العمومي على حساب واش ليركار ولا لا سيمير ولا على حساب المؤسسه فين كاين انت، وكتولي عندك تغطيه صحيه اخرى. ما بقاش لاسينيسيس ولات عندك كنوبس. هذوك النقاط اللي عندك الكنوبس، باش نكمل هنا، الكنوبس وداك التقاعد اللي عندك هنا راه عندهم انخراطات او الاشتراكات كيتقطعوا لك اللي هم خاصين بهم. يعني كتولي عندك حويجات جداد كتقطع لك التقاعد وكيتقطع لك تما الانخراط ديالك في كنوبس، هو اللي كيسمح لك انك تستافد من كنوبس وانك تقوم بالادخار للتقاعد ديالك من يتوصلوا. فهذا كيكون سيباري، ما عندوش علاقه بلاسينيسيس، ما عندوش علاقه بالنقاط. هذوك النقاط اللي عندك في لاسينيسيس اش كدير بهم؟ هذوك النقاط اللي عندك في لاسينيسيس ما كتهضر عليهم حتى كتوصل للسن القانوني ديال التقاعد. كنقول السن القانوني ما قلتش 60 عام على حساب، لانه ممكن من قدام يتبدل يولي 63 65. المهم هو ملي كتوصل للسن القانوني ديال التقاعد، ملي توصلوا اش كدير انت؟ دابا راه عندك كنوبس، عندك تقاعدك، مثلا وصلتي السن القانوني وخديتي التقاعد في الاركار وباقي عندك كنوبس ديالك. ملي توصل للسن القانوني في التقاعد هنا اش كدير؟ كتشوف النقاط اللي عندك. الا كان مجموعه ديال النقاط يخولك الاستفاده من واحد المعاش كتولي كتخلص تقاعد ثاني، دونك يولي عندك تقاعد من الاركار وتقاعد من لاسينيسيس. الا النقاط اللي عندك ما كتخولش ليك انك تستافد من داك التقاعد، اش كدير؟ كطالب بالاسترداد ديال دوك المبالغ الماليه، لان هذيك النقاط عباره على مبالغ ماليه، كطالب بالاسترداد ديالها. راه كاين مده قانونيه وكذا ما خاصكش تفوتها باش تطالب بالاسترداد او تطالب بالمعاش ديالك فيها. دونك نفترض انه يخولك معاش، يعني عندك واحد المجموعه ديال النقاط اللي كتعطيك معاش، كيولي عندك هذيك الساعه تقاعد من ليركار والتقاعد ديالك في لاسينيسيس. ها لي بوين ديالك تستعملوا، ولكن امتى؟ حتى وصلتي للتقاعد. هاد الحاله بالضبط اللي ذكرت هنا غتقودنا لواحد السؤال اخر كبير حتى هو طرح من عند الناس دابا من وراء الادماج، لانه هاد الحاله هادي اش كيوقع فيها؟ ملي كيولي عندك تقاعد ديال لاسينيسيس وتقاعد ديال لاركار، كتولي لاسينيسيس من التقاعد كتقطع لك التغطيه الصحيه. اسمع فين رجعنا،
كتولي كتقطع عليك التغطيه الصحيه. يعني عندك الحق في التغطيه الصحيه في لاسينيسات. والكنوبس كتقطع عليك من ليركار التغطيه الصحيه، يعني عندك الحق في تغطيه صحيه ثاني. كيولوا هاد الناس عندهم ازدواجيه في التغطيه الصحيه. هذه راه حاله كاينه ما كثيراش بزاف ولكن كاينه واقعيا. فهنا الشخص اش كيدير؟ اغلبيه كنفضلوا نمشيو للكنوبس، لان الكنوبس التعويضات ديالها ممتازه جدا. فهنا اش خاصك دير؟ الا متقاعد عندك هاد جوج، راه خاصك تدفع الوثائق ديالك للكنوبس باش تبدا تستافد من كنوبس كتغطيه صحيه وتدفع عليها ملفاتك. لا سينيسيس غتبقى تقطع ليك ولكن ما غتقدرش تستافد منها. علاش؟ لان الملفات الاصليه كتدفعهم ديما الكنوبس، ما عندكش ملف اخر تجي تدفعوا له. دونك هذه هي الوضعيه اللي كتوقع فيها في التقاعد. هذه الوضعيه هي اللي كيف قلت لكم دوزتنا للسؤال الثاني اللي قال لك الناس من بعد الادماج ديال الكنوبس مع لا سينيسيس، واش هذوك النقاط ديالي ولا داك الاقتطاع ديالي اللي كيقطعوا لي لا سينيسيس باش تعطيني التغطيه الصحيه غادي يبقى او لا غيتحيد؟ هذه للاسف ما عنديش جواب واضح، وحتى الحكومه والمشروع ديال القانون والقانون اللي ولا فعلي راه للاسف ما عطاناش جواب واضح. هادو كيدخلوا في المسائل التقنيه الا بغينا نقولوا، وغادا توضح مني غادي ندوزوا للعملي وبداو يخرجوا المراسم التنفيذيه ولا المراسم التنظيميه. انا داك غتقول لنا هي اللي كيبان لوجيك وزعما مبدئيا ولا كيبان معقول، وهو انه ما خاصش يبقى عندك جوج اقتطاعات، لانه هيئه التدبير وحده. علاش غادا تقطع لي لهذا النظام حاجه وتقطع لي لهذا النظام وانا كنستافد من وحده فقط؟ على العموم جوابا للناس اللي كتقول لك النقاط وانتقلت من لا سينيسيس للكنوبس، راه جوابكم هو هذا، هو داك النقاط ما كتهضر معاهم حتى كتوصل لسن التقاعد وطالب بالاسترجاع ديالهم ولا تخلص في التقاعد. الناس اللي كتقول لك من بعد الادماج اش غادي يولي عندنا، للاسف كي قلت لكم غير واضح بالمره حاليا. من هنا لقدام ممكن نعرفوها. واش غيبقاو عندكم الاقتطاعات بجوج وتستافدوا فقط من التعويضات في جهه وحده، او لا غيحيدوا لكم واحد الاقتطاع ويبقى عندكم فقط اقتطاع اللي كيخولك استفاده وتعويضات؟ نتمنى نكون جاوبت على السؤال ديال الناس اللي كان مبرزطهم في هذا الباب. شي حاجه ما واضحاش تعليق مديور على هذا الشيء. تحيه عاليه لكم جميعا.